مرة أخرى إلى الاستوديو وحديثنا حول التصعيد الإسرائيلي الإيراني، وبالتحديد من وجهة نظر ما يحدث الآن في أسعار النفط وتأثيرات هذه الحرب عليها. وسعدني أن يكون معي ضيفي في الاستوديو، برحب بيه مرة أخرى الدكتور مهندس سامح نعمان، أستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. بداية يمكن حضرتك واحنا بنتكلم عن هذا الموضوع تحدثنا عن ان يمكن المناقشه قبلها كانت فكره ان احنا لدينا صادرات نفطيه من هذه المنطقه بالتحديد هي تقريبا 20% من صادرات النفط في العالم، وتعتمد عليها دول كبيره ودول صغيره ومنطقه اسيا، بالاضافه الى 25% من صادرات الغاز من هذه المنطقه. ما الوضع الان؟ حضرتك خليج هرمز بيحبس حوالي 7 دول بتنتج من النفط 20%. 7 دول: ايران، الكويت، العراق، السعوديه، الامارات والبحرين وقطر. 7 دول لما خليج هرمز اتقفل يبقى ما فيش تصدير. مضيق هرمز. في مضيق هرمز يبقى ما فيش تصدير. الا السعوديه بتصدر 3 مليون برميل، لان السعوديه بتنتج 10. بتصدر ما يقرب من 3 مليون من خلال بايبس بتطلع على البحر الاحمر. الامارات ليها منفذ برضه من خلال بايبس على خليج عمان. انما بقيه الدول شبه محبوسه، مفيش تصدير لا غاز ولا بترول. طيب لو اتقفل، وطريقه القفل طريقتين: يا اما يتقفل بالالغام البحريه او بالفرقاطات والقطع البحريه. في الحالتين لو اتقفل اصبح البترول اللي بينتج يوميا موجود جوه الدول دي ومفيش اماكن تخزين ليها. فلو اتقفل 4-5 ايام بس هيبقى كمية البترول هيروح فين؟ ثانيا، ال 20% من النفط اللي بيطلع بيغذي 13 دولة عالمية. يبقى إذا 13 دولة في خلال 4-5 أيام ما عندهاش بترول، أو ال 25% من اللي على مستوى العالم من الغاز ما فيش غاز. عندها بس مخزوناتها يمكن تقل طبعا، وده الدول مشكلة. اللي بتخزن على مستوى العالم هي أمريكا، بتخزن 1,000,000 برميل، ولكن نسبة التخزين دلوقتي وصلت ل 35%، لأن عاملة حسابها تبقى 3 شهور. الدولة الثانية الصين عندها 8 مليار، دي عندها مليار، 8 مليار برميل دي الصين، فعندها الكمية كويسة. الدول اللي هتتأثر تأثير مباشر كل الدول ال 13 اللي بتشتري من منطقة الخليج. طيب مين بقى الدول العالمية حتى لو مضيق هرمز اتقفل ومن الدول الكبرى وليس لها تأثير؟ أمريكا هتتأثر، أوروبا بالكامل هتتأثر، اليابان هتتأثر، كل جنوب شرق آسيا هتأثر. الصين لا الصين ولا روسيا. هيبقى دول عندهم البترول، لأن روسيا حتى لو في مشكلة في الصين فروسيا هتلبي احتياجات الصين، لأن عاملة بايبس خاصة للغاز وعاملة بايبس خاصة للبترول. فإذا الصين ليس لها تأثير، ده بخلاف إنها عندها مخزون. نلاحظ إن الصين هي رمانة الميزان لسعر البترول على مستوى العالم. لما البترول بيرتفع الصين بتطلع من المخزون، فالسعر بينزل بناء على الصين. طيب لو حصلت المشكلة دي وخليج هرمز اتقفل، هل الصين هتضحي؟ الصين بتستورد 14 مليون برميل، واحنا لما بنقول الاستهلاك اليومي 100 مليون. طيب علشان تحل المشكلة هيبقى الصين تاخد من المخزون. هل الصين هتضحي بالمخزون اللي عندها عشان تحافظ على سعر البترول العالمي؟ اعتقد لا. فاذا قفل خليج هرمز ده هيضر كل دول العالم وهيسبب فيه مشاكل كبيرة. ولذلك نلاقي كل دول الخليج الستة اللي موجودين فيهم قواعد بحرية إنجليزية وأمريكية للحفاظ على مرور البترول الخاص بيهم. طيب لو هرمز، مضيق هرمز ما اتقفلش واتقفل باب المندب بيعدي منه 40% من ال 20% اللي بتطلع على أوروبا. 40% من ال 20% اللي بتطلع على اوروبا، مع 20% ده بتاع اللي بيطلع من خليج هرمز. باب المندب بيطلع منه 40%. طيب لو اتقفل يبقى لازم السفن دي هتاخد رأس الرجاء الصالح. رأس الرجاء الصالح معناها تأخير بما يقرب من 17 يوم على الأقل عشان توصل لأوروبا، لأنها تدخل رأس الرجاء الصالح بعدين جبل طارق وتدخل على أوروبا. والتكلفة هتزيد طبعا، وبالتالي حمل التكلفة دي على أسعار السلع. البترول هيزيد، هيبقى التكلفة على النقل هتزيد، التأمين على نقلات البترول هتزيد، هيبقى فيه زيادة غير مضطردة. طيب الحل في إن لو ما اتقفلش بقى خليج هرمز
ومعانا باب المندب شغال، هيبقى لازم يعدي من قناه السويس، ولازم تكون قناه السويس سهله. فهو الخط الرئيسي او المشكله الرئيسيه اللي ممكن تسبب حرب عالميه ثالثه غير نوويه هي قفل مضيق هرمز. طيب حضرتك يمكن اديتنا خريطه عشان نعرض عليها الكلام ده، ممكن نحاول من خلال هذه الخريطه ان احنا نتكلم على فكره، يمكن المشاهد يبقى الصوره اوضح بالنسبه له. يمكن الخريطه على الهواء دلوقتي، حضرتك يمكن بنتكلم السهم الاحمر اللي فوق عند خليج هرمز. خليج هرمز ده لو بصينا الخليج اللي جوه هنلاقي السبع دول اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هي بتنتج البترول ولازم يعدوا من المنطقه دي. طيب عند باب المندب، باب المندب اللي هي بتعدي فيها 40% من ال 20 مليون برميل اللي بيطلعوا من خليج من مضيق هرمز. هي دي بقى المشكله، ان مضيق هرمز لما بيتقفل لا بترول بيروح جنوب اسيا، جنوب شرق اسيا وبالذات اليابان، ولا بيروح لاوروبا، وامريكا بتاخد هنا جزء، لان امريكا بتبيع 4 مليون برميل في اليوم وبتستورد 6، فهيبقى في ضغط كبير على امريكا ان ما عندهاش بترول يوميا، فده هيبقى في عندها مخزون وعندها نفط صخري، وقالت من عده سنوات انها لم تعد تعتمد على البترول العربي. لا حضرتك بتعتمد، هي بتنتج 13.5 ل 14 مليون برميل، بتصدر 4 وبتستورد 6، لان النفط في خفيف وفي متوسط نوعيه باختلاف النوعيه بس، فهي بتستورد 6 وبتستورد 6 بتاخد منهم جزء من عند الخليج، فده لو اتقطع عندها وهي بتستهلك كميه كبيره 20 مليون برميل يوميا. وبعدين المليار برميل اللي عندها مش موجودين، لان ايام بايدن حصل استهلاك جدا في المخزون، فاصبح تقريبا المخزون عندها من 30 ل 35% من المليار. الصين عندها 8 مليار مخزونين، فده اللي هيبقى لود على امريكا، هيبقى ضغط على امريكا وعلى دول اوروبا بالكامل وعلى دول جنوب شرق اسيا من مضيق هرمز، من قفل مضيق هرمز. انما لو قفلوا باب المندب من خلال اليمن فده هيبقى تاثيره بسيط، لان التاثير بتاعه له منفذ ان البترول هيبقى موجود، بس عشان يبقى موجود يروح فين؟ هيروح من راس رجاء صالح، هيتاخر له 18 يوم مش مشكله، ولكن في بترول بيتحرك. هل هنا يعني طبعا هو مش عارف، هو السؤال عسكري هنحاول طبعا ان احنا نرد عليه. على مدى المشاكل اللي بين الولايات المتحده وايران على مدى سنوات، يمكن لما كانت ايران بتلوح باغلاق مضيق هرمز لم تكن هناك يعني نقول رد فعل من الولايات المتحده في هذا الموضوع. هل يعني شبه عسكريا صعب ان انت تمنع ايران من غلق مضيق هرمز؟ على الخريطه كل الدول العربيه اللي موجوده في الخليج العربي فيها قواعد عسكريه امريكيه وانجليزيه علشان تضمن ان المضيق ما يتقفلش. وهنلاقي عند باب المندب يعني مثلا جيبوتي فيها 9 قواعد عسكريه عشان المضيق ما يتقفلش. الصومال فيها 4 قواعد، واحده انجليزيه واحده امريكيه و2 للامارات. اريتريا فيها 2، واحده لاسرائيل واحده للامارات. فاذا كل المدخل في باب المندب وهرمز اتحطت فيها قواعد عسكريه لضمان سيوله المرور للبترول لنقلات البترول عشان توصل لاماكنها. ولكن باب المندب اتقفل كذا مره ولا قاعده من القواعد العسكريه دي اشتغلت. وبرضه لو حصل كده في مضيق هرمز ما اعتقدش، لان لو حصلت معركه تاخد او حصل مناوشات عسكريه هتاخد كام يوم؟ 3-4 ايام. 3-4 ايام هتاثر على مين؟ على اللي موجود، على اللي بينتج لان ما عندوش حته يخزن فيها، وعلى الدول اللي بتشتري. فبالتالي هيبقى مشكله غير طبيعيه على مستوى العالم بالنسبه للبترول، هيرتفع سعر البترول ممكن يوصل فوق ال $150. اذا هي الفكره الاصليه ان هي يمكن بالتحديد نحن نتحدث عن لا يوجد حل سريع لهذا الموضوع اذا حدث، وده ايران حطها خط بالنسبه لها يعني ورقه احتياطيه. لو حصل عليها ضغط من اي اتجاه خليها تقفله 3-4 ايام. ولكن فيما يتعلق بمضيق هرمز اعتقد ان يمكن شبه داخل ارضها مضيق هرمز تستطيع التحكم فيه، لكن بالنسبه لمضيق باب المندب بيبقى فيه صعوبه لانها عمليات عسكريه دوليه. اليمن هي اللي بتقفله، لان اليمن عند المدخل قدامها جيبوتي فيه 9 قواعد. هل ال9 قواعد اللي في جيبوتي اشتغلوا يوم ما كانت اليمن بتقفل على السفن اللي داخله؟ لا، لانها كانت محدده سفن معينه. انما دلوقتي لو فيها بترول يبقى اليمن هتلاقيها بتقفل على كل البترول اللي بيعدي.
فتبقى مشكله تانية، هتبقى الحته دي برضو معركه بسبب الناقلات اللي موجوده. في بقى مضيق تاني خطير، بس ده لحد دلوقتي امن، هتحصل فيه مشكله في خلال سنه ونص سنتين، اللي هو مضيق ملقا. ملقا ده ما بين سومطرة وما بين ماليزيا. ده اللي بيعدي بقى منه ال 60% بتاع البترول اللي بيطلع من خليج من مضيق هرمز، بيعدي منه بيطلع لجنوب شرق اسيا. ولكن ده هيحصل فيه مناوشات، او حصل مناوشات بسيطه، الصين داخله عليه علشان هيحصل فيه مشكله بعد سنه ونص، ولكن ده ليس له تاثير زيه زي مضيق هرمز. اخطر نقطه للبترول على مستوى العالم هو مضيق هرمز، واي اغلاق ليه ولو ليوم واحد هيرفع سعر البترول عالي، وهتبقى مشكله على الاقل 13 دوله معظمها دول اوروبيه هتقف من الانتاج، لان دول ما بيخزنوش بالكميات اللي هي تقضي منها اسبوع واثنين وثلاثه، هو بيخزن يومين ثلاثه بالكثير، اسبوع ما فيش اكتر من كده. فلو حصل شورت او حصل مشكله هناك، يبقى اذا الدول دي كلها ما فيش لا بترول ولا غاز ولا شغل. لو احنا حاولنا، يعني احنا دلوقتي اسعار البترول ما بين 60 ل 70 77 يعني نقول من 60 ل 80، وده الرقم بعد الارتفاع. الرقم القياسي لسعر برميل البترول وصل في يوم من الايام مثلا في 2008 ل 145 تقريبا، ده كان اعلى رقم، او الرقم القياسي لبرميل النفط، وده كان تقريبا في 2008. هل لو احنا بنتكلم على الشكل السعري الحالي مع الاستهلاكات الحاليه، مع وجود مصادر طاقه اختلفت او بنستنزفها او بنستعملها زي مثلا طاقه الرياح والطاقه الشمسيه والهيدروجين الاخضر وما الى ذلك، هل ممكن يكون السعر رغم كل هذه الطاقات يرتفع يصل الى هذا الرقم القياسي، ام انه مستبعد؟ لا، هو حضرتك هيوصل، لان في حاجات اساسيه ما زالت بتعتمد على النفط وعلى الغاز. ما بعدنا يعني ما عملنا لهاش احلال بالطاقه المتجدده، ودي اساسيات في دول كتير، فصعب ان انا اعمل لها احلال، محتاجه استثمارات كتيره جدا، واستثمارات مش سهله. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان لما انا بعتمد على النفط، كم دولة عندها طاقة متجددة، وكم دولة ربنا عطيها الهبة ان يبقى عندها طاقات متجددة قليلة. انما البترول والنفط اساسي لحد سنة 50، لحد ما يلاقوا بدائل من الهيدروجين الاخضر او ما شابه ذلك. طيب بدائل كاملة اللي هي تستطيع ان تستغني عن البترول، او نسب عالية من انها عشان يعني يبقى نسبتها الاعتماد عليها 70-80% بعيد عن النفط، ودي صعبة شوية. ده كمان في مشكلة، ان لا قدر الله حصلت مشكلة والمنطقة دي حصل فيها ضرب، بلاش نبعد عن مضيق هرمز، لو الدول المنتجة للبترول حصل فيها مناوشات عسكرية وحصل عليها ضرب، حتى لو المضيق مفتوح هيبقى البترول مفيش. يعني لا قدر الله حصل مشكلة في النفط في السعودية، في العراق، في قطر، في البحرين، لو الدول دي حصل فيها مشاكل عسكرية أو مناوشات عسكرية واتضربت مصادر النفط هناك، ما حتى لو مضيق هرمز ما اتقفلش، فده مشكله عالميه. يعني مشكله هرمز تبقى سهله ان انا افتحها، انما ما اقدرش احل المشاكل العسكريه اللي هتوصل في البلاد دي. ولذلك هناك عمليه التزام الى حد ما علشان ما تحصلش اي مناوشات عسكريه زي ما حصل مع ايران واسرائيل، وبيضربوا في المنافذ بتاعه الغاز والبترول اللي موجوده في اسرائيل او في ايران. دي لو حصلت هتبقى مشكله ثانيه، مشكله كبيره يعني. طيب هل ما فيش بنتكلم في دول اخرى لتلبيه الطلب العالمي على البترول؟ يعني احنا مثلا في طبعا، يعني احنا بنتكلم عن اوبك وبنتكلم عن دول كتير، بنتكلم على دول هم بيحاولوا ان هو يقلل الانتاج عشان يخلي سعر مستقر او متوازن، وبالتالي السعر دلوقتي هيرتفع، فهو هل هيزود الانتاج؟ او نشوف اوبك بتقول انا هنزود الانتاج عشان اوصل بالسعر، هي محدده سعر، والرقم اللي جاي لو هو ارتفع يبقى عمليه كبير يعني. موازنه اقتصاديه بينه، لان هو ده المدخل او الدخل الرئيسي للدول. حضرتك لو المضيق اتقفل، مين هيعوض ال 20%؟ تتحل روسيا تزود 2 مليون، مش هتقدر تزود اكتر من 2 مليون، هي بتنتج 9 ونص. السعوديه ممكن تزود الضغط مع انابيب البترول؟ لا، ما هو عنده انبوب حضرتك 3 مليون، ما بيزيدش عن 3 مليون. ما لو عنده اكتر كانت تبقى سهله. فهو لا يتحمل هذا الخط اكتر من 3 مليون. طيب هو لو طلع 3 وروسيا طلعت الاثنين، الجزائر رفعت شويه، طبعا الدوله الوحيده اللي ما ليبيا تعود مره اخرى مثلا؟ لا، ليبيا صعب انها تعود دلوقتي عشان التحديثات عدم الاستقرار والتحديثات غير موجوده. ماليزيا عندها مشاكل فمش هتقدر برضو تعمل. ممكن بقى في جنوب افريقيا يزودوا شويه، بس هيزودوا قد ايه؟ كل اللي هيزيد من جنوب افريقيا ما بين النص والمليون برميل.
نص مليون الى مليون برميل، احنا عايزين 20 مليون. اللي يحل المشكله ان الصين او يخلي السعر ينزل، الصين ما تستوردش، تقعد 3 4 ايام ما تستوردش، لانها بتستورد 14 مليون برميل وتاخد بالمخزون. وتاخد من المخزون. هي دي بقى، هل هي هتعمل كده؟ ده بقى دي خطه دي سياسات. هل هي تعمل وما تاخدش ال 14 او تاخد نسبه صغيره وتسيب الباقي؟ فهو ده اللي يقدر يعمل توازن لسعر البترول وتوفر البترول على مستوى العالم. طب يعني اذا نحن نتحدث عن الانتظار، نتحدث عننا لا نعرف ما هو المستقبل، ولكن ايا ما كان مضيق هرمز اغلق، فاحنا بنتكلم عن ازمه قد تستمر مثلا ما بين اسبوع وما بين شهرين مثلا، مع ارتفاع اسعار طبعا، مش ازمه بس. ما لو شهرين دي تبقى مشكله عالميه، لان شهرين دي انت قفلت دول كامله، قفلت لا يقل عن 13 قفلتهم، لا في بقى لا كهرباء ولا في تدفئه ولا تبريد ولا مواصلات ولا اي حاجه، خلاص اتقفلت. وطبعا الدول دي ما عندها، الدول الوحيده اللي كانت عامله مخزون الاساسيه هي امريكا، عامله 3 شهور، ودي عملتها بعد حرب 73. والصين بس هم دول اللي عندهم المخزون اللي يكفي. روسيا مش محتاجه مخزون لان عندها انتاج كبير متوفر. بس تمام. انا بشكر حضرتك دكتور مهندس سامح نعمان، استاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه، شكرا لوجودك معنا. صباح الخير مره. صباح الخير.